هنعلن ده ولا ايه؟ سألنا دكاترة مصريات عن تجربة السفر والرحلة من الأول للآخر. But the grass is always greener on the other side. وانا كنت في مصر كنت حاسه ان انجلترا بتقفل برضه. UK دايما بتعمل الحركه دي، بتقفل وتفتح وتقفل وتفتح. كل واحدة كان ليها تجربتها المختلفة الخاصة بيها هي. دي قصه بقى افضل ولا نظرة الأهل الخايفين انت. لو رجع بيهم الزمن كان هيعملوا إيه تاني زي ما هو؟ يعني I would still choose the UK الصراحه. ما تخافيش. الدنيا سهلة وبسيطة و you can do it. مفيش باس واي قوي في مصر. لو رجع بيهم الزمن كان ممكن إيه يغيروه؟ ده احنا هنخبط جامد جدا. مش حد هيجي ياخدك من ايدك، تعالى تعالى. إيه الفرق الأساسي في الشغل اللي حسيتيه بين مصر وهنا؟ هو السيستم كله مختلف، يعني ما اعتقدش ان هو فاير ان احنا نقارن قوي ال NHS بالسيستم في مصر، لان هو كل حاجه، الدكاتره مع العيانين، ريت العيانين، نظام المستشفيات، هو ببلاش هنا وهنا، بس الفندنج اللي هنا غير الفندنج اللي هنا، فاعتقد ان هو unfair ان احنا نقارن التو سيستمز ببعض. بصراحه كشغل بالنسبه لي انا كنت حاسه ان انا هنا بروتكتد اكتر، ليا حد ارجع له، مش محتاجه بقى اكلم حد اعرفه علشان يعني في توكسيك انفايرمنت، بس في حد تلجأ له لما بيبقى في توكسيك بيرسون اراوند، فده ممكن يبقى اكبر اختلاف. كدكتورة كان عندي تشانس في مصر مثلا انه انا بشتغل سايكوثيرابي بشكل من غير تريننج او بروجرام مثلا اساسي، بس كنت طبعا خدت تريننجز معتمدة او كده، يعني DBT مثلا اللي هو علاج جدي سلوكي وعلاج معرفي سلوكي او كده، وكنت بشتغل بيهم. هنا في ريستريكشن شوية في ده، بشوف البيشنت مثلا، بحط المانجمنت بلان وبحط الدواء، بس لو حبيت مثلا اعمل له ريفيرال عشان يعمل سايكوثيرابي مش انا اللي بشتغل معاه سايكوثيرابي. حاجة كمان انه فكرة المالتي ديسيبلينري تيم او MDT بالظبط. المصطلح ده كان غريب اصلا عني جدا، يعني ما عرفتوش غير في امتحان مثلا، في امتحان بلاب 2 وانا بعمل بلاب 2، لانه ده مش موجود قوي في مصر. ممكن موجود بس مش متحقق بالشكل اللي هو كل واحد هيعمل كذا، او الباس واي مثلا كذا. مفيش باس واي قوي في مصر. لو في واحد بيعرف يشتغل فهو هيشيل الشغل بشكل اساسي. يعني في قانون صحه نفسيه في مصر وفي قانون صحه نفسيه هنا، بس الاثنين مختلفين شويه عن بعض. المصطلحات كتير جديدة، 3 حروف في كل حتة، فقعدت شوية برضو على ما أخدت على ده. كل حاجة على السيستم انت سهل قوي يعني تقعد تدور فتلاقي مثلا تاريخ العيان من 1999 ولا حاجة. في مصر ده انت بتعتمد على الأهل اعتماد كلي، يعني في الكولاترال هيستوري، او انك تلاقي هيستوري اصلا. يعني أنا لما استلمت النيابة ما حدش قعد معايا أصلا، يعني أنا لقيت اسمي نازل في جدول كده وما حدش قاعد معايا يقول لي انا بعمل ايه في الحياه، حرفيا اللي هو اطلقوني كده. انما هنا كان في اندكشن وكان في يقول لك يعني يعلموك حتى السيستم تستخدمه ازاي. من الفروق اللي هو طبعا انه هنا في سيستم على الكمبيوتر، هناك كل حاجه ورقيات وكده، في نظام، في ناس ارجع لها، في ما فيش حاجة أنا completely لوحدي بالكامل ومش هلاقي حد يرد عليا ولا حد يعبرني، واللي هو أنا محتاجة أتصرف وخلاص. الشغل هنا is intense. حتى مثلا لو هنتكلم عن الجونيور ليفل مثلا امتياز، أنا في امتياز مكنتش بعمل حاجة. هنا الفاونديشن F1 F2 بيشيلين مستشفى، فهنا التيم بالذات في الميديسين is a big team، ومش بس ميديكال، يعني مش دكتور كونسلتنت جونيور، لا في كمان معاك بقى النيرسز، معاك ACPs والادفانس براكتيشنرز، معاك occupational therapist، الفيزيوثيرابي، فالسيستم نفسه very wholesome. فطبعا الكلينيكال سكيلز ممكن تكون مثلا 50%. احنا الميديكال براكتس بتاعنا هنا مش 100% زي مصر بحس مور بيور ميديسن، بس احنا هنا لا، في مور سوشيال افكت جاي كده معاها. انا كنت مقرره اخد زماله وقتها، كنت بشتغل في سيف ذا تشيلدرن وبروح نبطشياتي اخر الاسبوع في الخنكه، فما كنتش بروح بيتي. ما اعرفش كنت بعمل كده ازاي بصراحه. فالوقت بتاع التقديم على الزماله ده كانت زماله مصريه، ده احنا هنخبط جامد جدا. كان تقديم على الزماله المصريه، فانا وقتها كان عندي اجازه، كنت لسه مستلمه الشغل في سيف ذا تشيلدرن، فانت اول 3 شهور ما عندكش انيوال ليف، انت هما بس بروبيشن بيريود، هما بيجربوك وانت بتجربهم، فلسه نظام الاجازات مش موجود، بس ممكن تاخد بيرسونال ليف يومين. فانا كان عندي بيرسونال ليف يومين امتحن فيهم ICDL عشان ده مانداتوري لتقديم الزماله، واخلص فيهم الورق بتاع الزماله. اخويا طبعا ساعدني جدا لانه انا ما كنتش بعرف اخلص ورق وكده، وقابلني يومها، وده كان اخر يوم ديدلاين تقديم الزماله، وكان معايا وقتها OET. فانت المفروض الزماله بتتطلب امتحان لغه
OET اللي هو Occupational English Test. فانا مخي قال لي انه ده اكيد مش هحتاج تويفل مصري يعني عشان ادخل، يعني عشان اقدم على الزماله. فرحت بالشهاده بتاعت الOET وورقي ومش عارف ايه. كان اخويا معايا واحنا بنقدم وكده، كنت اتبهدلت جدا يعني ماشيه بشنطه هدومي عشان كان عندي ميتنج في القاهره، جايه من اسكندريه وعندي ميتنج في القاهره وراجعه الخنكه. وقتها بقدم الورق ومش عارف ايه، فالموظفه هي كانت دكتوره فبتراجع الورق وبعدين قالت لي فين يا دكتوره التويفل المصري؟ فانا قلت لها دي شهاده Occupational English Test، يعني شهاده معتمده و Occupational English، فالمفروض انا دكتوره وده Occupational English. قالت انا ما اعرفش ايه الكلام ده، روحي امتحني التويفل المصري. فقلت لها بس ما عادش في وقت وانا ما عنديش اجازات، وكنت بقول لها بشكل سنسير فعلا انا مش هقدر اخد اجازه عشان اروح امتحن. قالت لي خلاص عدي علينا بقى السنه الجايه. فكلمه عدي علينا السنه الجايه دي حسستني هو انت ليه مستهونه ان في سنه هتضيع من حياتي ما بعملش فيها اي حاجه، وانت ممكن تسهلي عليا انه وقتها احمد اخويا كان لسه هينيجوشيت وكده ويتكلم معايا. قلت له يمكن دي حاجه خلتني اتاكد من قرار السفر، مش عايزه ادخل في اي هاسل من الهاسلز المصريه دي في حياتي. كنت برضو صغيره وايموشنال قوي يعني وقتها، ما اعرفش لو رجع بيا الزمن وكنت ردود افعالي اقل عاطفيه كنت هكمل ولا لا. بصراحه برضو انا ممكن اقول عليه قرار عاطفي بس مش غلط. الاسهل عليا انه انا اخد طريق واضح المعاد، مفيش حد هيقول لي لا ده ما ينفعش لا ده ينفع، واقعد اتحايل، بلاش حاجه تانية، اقعد اتحايل. وقتها عملت بوست كده على الفيسبوك، كنت متضايقه جدا فقلت لا والله العالم كله لازم يسمع الفيديو دي. فوقتها حد من مكتب الوزاره، المكتب الاعلامي للوزاره، شاف البوست وكلمني على التليفون، وايه يا دكتوره طب ممكن نساعدك ازاي، طب مش عارف ايه. فانا وقتها كنت واخده قرار انه لا انا مش هعرف، مش هقدر، شكرا جدا لمساعدتكم، انا مش عايزه حاجه. اتقمصت يعني. ايه الاصعب بالنسبه لك، فكره انك بتشتغلي في نظام جديد ولا فكره انك في غربه لوحدك؟ اعتقد ان فكره ان انا داخله على نظام جديد ده كان اصعب بالنسبه لي. انت بتيجي طيب انا ايه اللي اكسبكتد مني، طب انا مش عارفه، طب هل هم هي اكسبت ان انا مش عارفه حاجه زي كده ولا لا، هل هيقبلوني جوه السيستم ولا لا. كل دي كانت مخاوف عندي، وزي ما بقول لك الغربه برضو add on to this، بس كان موضوع السيستم المختلف هو اللي كان بالنسبه لي اكبر يعني. ما كانش صعب قوي زي ما انا كنت متوقعه وزي ما كان الناس بتقول. يعني انا دخلت مش تريننج، كنت F2 stand alone. ما اعرفش لو عارف الموضوع ده ولا لا، بس هو يعني يعتبر تريننج بس على F2 level. الناس كلها نصحتني ماخدوش وبلاش تدخلي اول حاجه تريننج، بس حسيته اسهل بكتير من انا كنت متوقعه يعني. بس طبعا it's a complete different system يعني. هي الاكبر حاجه ان getting used للسيستم. بس I think يعني البلد ما خدتش مني وقت قوي، بس السيستم بتاع الهوسبيتال والبقى البوليتكس اللي جوه الموضوع وتريفير لمين وتكلم هو ده اللي بياخد وقت. يعني السيستم واللوجيستكس والاي تي مش حاجات طبيه خالص اللي انت get used to it يعني. هما اتنين صعبين يعني، مش بس بصراحه اللي ساعدني يعني انه المايند سيت بتاعت انا جايه هنا اعيش حياتي كلها، يعني انه الشغل جزء من حياتي، انا مش جايه اشتغل بس، لانه انا لو جايه اشتغل بس الحياه تبقى رف قوي يعني، تبقى صعبه جدا يعني. ايه اكتر حاجه انت شايفاها الناس في مصر واخدها كونسبت عن العيشه في انجلترا او الشغل كدكتور في انجلترا، لما جيت هنا حسيت ان لا ده مش صح؟ يعني في ناس نظرتها اللي هنا ان هي كل حاجه سهله وكل حاجه زي الفل يعني صورة وردية شوية. وفي بقى الأهل الخايفين، بقى نظرة الأهل الخايفين انت محاط بالمخاطر من كل حتة، وان هو كل اللي حواليك هيبقوا عنصريين ما بيحبوكش، وبرضه ده مش حقيقي. حاسة ان الدنيا في الوسط، مش وردية قوي ومش سودة قوي زي ما الأهل فاكرين خالص يعني. ما اعرفش الناس مخاوفها ايه، يمكن برضو ان فكره انت تعيش لوحدك، ان انت بس اي اوريدي يعني باس ذس. مفيش احساس الغربه او ان انا غريب عن المجتمع او المجتمع غريب عليا يعني ما حسيتوش. بس انا زي ما قلت لك I was lucky enough ان انا في حته كويسه. بلاك بيرن كلها اصلا يعني. ايوه بالظبط. ولايه اسلاميه يعني. بقول لك بالظبط. والله حاجتين، هي work wise الناس بتبقى مفكره ان هو السيستم هيبقى يعني very professional very supportive، ودي مش حقيقه يعني. هو supportive طبعا when you compare it لمصر، بس يعني السيستم هنا self taught. يعني انا ما اعرفش الاكسبيرينسز بتاعت الناس التانية، بس انا حاسه ان كل حاجه انا اللي علمتها لنفسي، او انا اللي حطيت وقت ومجهود. محدش بيقعد يعلمك زي ما الناس فاكره يعني. هو دي اكتر حاجه يمكن بتبقى disappointing. everyone is too busy ان هو يديك من خبراته يعني، فانت بتتعلم
باي اكسبوجر. نفس سيستم مصر بس بنظام lower expectations شويه I would say. يعني موضوع العنصريه بقى والناس هنا طف وكده ما كنت مش حاسه ده بصراحه قوي. انت قاعده في بريستون برضه يا سلمى. بس مش ما اعرفش عمري ما حسيته بصراحه. يعني احنا برضو عندنا عنصريه في مصر عادي، في كل حته جت exposed للحاجات دي لان احنا في الاول وفي الاخر بني ادمين يعني. But the grass is always greener on the other side. مش عايزه بس اقول الكلام الكليشيه اللي هو الناس تقول الناس فاكره ان انجلترا جنه وبتاع. اكيد اتليست زي ما بقول لك في سيستم، ما فيش حد هيجي يدي لك المعلومه في بقك، وما فيش حد هيجي ياخدك من ايدك تعالى اتعلم. بس لو انت كين انك تتعلم هتتعلم. انت محتاج تسعى علشان تخش جوه السيستم عشان تلاقي حد يعلمك، بس هتلاقي اللي يعلم. وانا كنت في مصر كنت حاسه ان انجلترا بتقفل برضه، فانا حاسه ان الشعور ده مستمر. يعني انا وقت ما كنت بمتحن بلاب كان وقتها كوفيد، كنت حاجزه دور في بلاب 1 اتكنسل واترحل وما كناش عارفين هنمتحن امتى. وبعدين لما نجحنا في بلاب 1 ما كناش لاقيين اماكن في بلاب 2 لانه ما كانش في اماكن، لانه مصر كانت ريد ليست. حجزنا والامتحان اتكنسل. كنت حاسه اللي هو خلاص كده ولا ايه، هو انجلترا بتقفل ولا ايه؟ فعلى ما يبدو انه ده شعور مكمل. انت في مصر هقول لك كانك عينك متغميه شويه. يعني الناس بتقول دلوقتي ان انجلترا بتقفل، انا ما اعرفش بتقفل ولا لا، بس في ناس بتيجي لحد دلوقتي في صعوبه لانه في ناس هنا مش لاقيين وظايف او بيلاقوا وظايف بصعوبه، بس قفلت. ما حدش يقدر يقول كده. في ناس فاكره مثلا انه الحياه في انجلترا انت بتهرب من جحيم مصر، اللي في مخه ان مصر جحيم مش هيجي يتبسط هنا خالص. في ناس بمايند سيت مثلا انه انا خلاص خارج من مصر فهرتاح على الاخر. لا، الحياة هنا مش وردي ومش وحشة، بس عارف مثال الأرنب والجزرة، احنا طول الوقت بنجري ورا شيء ما، فانت مكمل. انت ممكن تريح لك حبتين بس انت هتفضل مكمل عادي جدا، هتفضل تبذل مجهود، هتفضل تحس بقلق، هتفضل لو انت شايف نظرتك عن الحياة بشكل ما، هي مش هتتغير. انجلترا مش هتغير لك نظرتك عن الحياة. لو قابلتي نفسك وانت لسه واصله البلد دلوقتي هتقولي لها ايه بقى؟ يعني هقول لها ما تخافيش، يعني عادي ان انت مش عارفه، وما تخافيش ان انت تقولي مش عارفه، هتوصلي. يعني انا لسه ما وصلتش، مش هقول ان انا وصلت، بس اتليست هحط رجلي على اول الطريق. هقول لها حطي حدودك بشكل assertive اكتر، سواء حدود في الشغل او حدود في الحياه الشخصيه في التعامل مع الناس هنا، عشان في تجارب مش كويسه قوي مريت بيها بسبب بس نقطه انه انا نسيت موضوع انه لا لازم اسيت باوندريز مثلا، لازم اقول لا، لازم اعبر عن حاجات مش كويسه حصلت، لازم اعبر عن شعور ما سيء مثلا انا حاسه بيه سواء في الشغل او سواء في حياتي الشخصيه. I did my best بصراحه. يعني خلصي بسرعه. اعرف انت عايزه ايه اسرع من كده شويه. يعني ما قعدتش انا بس ما كنتش عارفه انا عايزه اعمل سبيشال انترست ايه. امال ايه؟ خلصي بسرعه بقى. خلصي بس بسرعه. اسرع من كده شويه. لا عادي ما تخافيش. الدنيا سهله وبسيطه و you can do it وهتعدي. انا عايزه اقول لنسمه دي انه لا don't worry، انت بتعملي الحاجه الصح، وانه ما تجيش قوي على نفسك علشان نقلل people pleasing شويه. ولا بس يعني والله يعني I don't think مفيش اي ريجريت بصراحه. ولا عادي كملي اللي انت بتعمليه I've done well. فما عنديش حاجه ولا بصراحه. يعني حاسه لا يعني I've done okay. حسيت ان كونك فيميل في الكارير بتاعك اداكي اوبشنز اكتر او اقل عن زمايلك؟ ولا اكتر ولا اقل، حاسه ان هو يعني it's the same. بص هقول لك، انا يعني رغم ان انا كنت حابه النساء في مصر، عمري كنت افكر اتخصص نساء. يعني for some reason female predominance في مصر في التخصص، وعارفه ان يعني كفيميل الناس بتحب، بس ما اقدرش اقول ان انا مثلا اضطهدت عشان كوني فيميل في مصر. انا اصلا ما حاولتش. هنا العكس، هنا الاوبسنجايني هو فيميل بريدوميننس اكتر. ما اعرفش ده اداني بريفيليج ولا لا. انا مش بحس ان انا بتعامل احسن او اقل من ماي ميل كوليجز. يعني لا اتعاملت احسن زياده عشان انا ست، ولا اتعاملت يعني اوحش عشان انا ست، لا في مصر ولا هنا. طيب لو رجع بيك الزمن هتكرر التجربه زي ما هي، ولا تغير في حاجه؟ ولا هتغيري حاجه تغير ايه؟ لا هعمل التجربة زي ما هي. يعني I would still choose the UK الصراحة. أنا كنت very lucky إن أنا جيت هنا في حتة كان فيها كل أصحابي تقريبا. فده كانت يعني طبعا it's pure luck، لأن الدنيا متبقاش بالسهولة دي. أكيد طبعا. فالحمد لله يعني الدنيا كانت كويسة. لو رجع بيا الزمن مش هاخد بلاب بصراحة، يعني هاخد سكة زمالة. أكيد هتوفر عليا وقت، لأن أنا بمتحن دلوقتي زمالة عشان أقدر أدخل higher training اللي هم 3 سنين بعد الكور تريننج أو اللي هو التريننج الأساسي. يعني أجي بقى أعمل اللي أنا عايزاه، اخد سنتين براحتي في ميدل جريد لحد ما اخش سبيشاليتي، هاير سبيشاليتي او هاير تريننج. يعني فده الحاجه اللي انا هغيرها بصراحه. غير كده كل حاجه هتفضل زي ما هي. يعني هعمل نفس اللي عملته بالظبط. لو في بنت دكتوره فريش جرادويت في مصر بتتفرج عليكي دلوقتي وعايزه تسافر على نفس التخصص بتاعك،
تقول لها ايه؟ I would say يعني get out as soon as possible. يعني فكرة ان واحد بقى يستنى ويخلص جامعة ويقعد يعمل ماجستير it's a waste of time بصراحة. اللي عايز يطلع من قبل ما يعني اول ما يخلص امتياز. و explore your options. يعني هي GP يعني UK مش the only option. في بلاد تانية لو الواحد interested. طبعا في pessimism كتير الفترة دي عشان الموضوع اللي هم عملوه ده. بس I would say الموضوع مش صعب زي ما الناس فاكرة. هي دي لو كله عارف تاريخ ال UK دايما بتعمل الحركة دي بتقفل وتفتح وتقفل وتفتح. فدي مش أول مرة إن هم prioritize ال UK graduates يعني حصلت قبل كده قبل كوفيد هم فتحوها بس عشان الكوفيد. تعالي بسرعة بس at the same time ما تستعجليش. يعني لو حد قرر ان هو يسافر فيبدأ بقى في سكة السفر مش يداوت. لما يقرر خلاص يحجز امتحان. ده حاجة أنا بنصح بيها جدا لأنه أنت هتقعد تفكر وتروح وتيجي فهتضيع وقت طويل قوي وأنت بتفكر ومش عارف تركز في مصر. برضه نصيحتي اتبسط في مصر أو اتبسطي في مصر على قد ما تقدري بالشغل بالعيلة بالصحاب لأني اتبسطت فعلا. يعني التجربة نفسها ما كانتش تجربة وحشة خالص بالنسبة لي. كان في حاجات وحشة بس مش كلها كانت وحشة. ويبقى مايندفول وهو في مصر يعني يجمع خبراته وهو في مصر عشان ده بتفرق جدا. لو مش هتفرق في حياتك العملية هتفرق في شخصيتك. يعني لأنك تبدأ هنا من الصفر. انت جاي بخبرات ومش عارف ايه بس انت يعتبر بادئ من الصفر. انت بادئ بنفسك فانفست في نفسك. اللي بياخد قرار السفر eventually بيوصل. الامتياز دلوقتي في مصر بقى 2 سنين فأظن فترة 2 سنين كافية تقولك انت عايز تبقى ايه. انت خلاص قررت تخصص امتحن زمالة بتاعته امتحن بيبر ايه من اي زمالة انت عايزها. هتفرق معاك جدا تفرق في حياتك جدا وهتوفر عليك مستقبلا حاجات كتير وهتخليك وانت بتقدم كومبيتيتور كويس. يعني انت كانديديت مش يعني ممكن تترفض طبعا الرفض 50-50 يعني بس اقصد هترجح انك تبقى مقبول اكتر. يعني لما حد بيسالني عن الموضوع ده انا هجاوب نفس الاجابه اللي بجاوبها لهم. انا ما اعرفش الوضع ايه بالنسبه للسفر دلوقتي. هل الدنيا مقفوله هل الدنيا مش مقفوله؟ حتى لو الدنيا مقفوله دلوقتي على الجونيور ليفل فاحنا ما نعرفش كمان كام سنه هتبقى عامله ازاي. لو انت لو انت جي ام سي ريجسترد اوريدي او ان انت لسه يعني في الطريق للجي ام سي ريجستريشن كملي ده. بس انا شايفه في الوضع الحالي انه الواحد ياخد نيابه في مصر يبدأ شغل في مصر. يعني وده بقى ده كان نيابة جامعة نيابة صحة بس النسب بالذات من التخصصات اللي الخبرة فيها مهمة اللي هو ال SHO level أو اللي هو الموست جونيور level كسيرفيس جوب ما بقاش متاح قوي. بقى بيقدم عليه ناس more senior أو عندهم خبرة. لما تيجي بخبرة أكيد هيبقى في فرص متاحة أكتر. الكلام سهل بس أنا شايفة إن هي مش مستحيلة إن الواحد يعمل حاجتين مع بعض. البلاب كان أيامي ممكن يكون أسهل شوية ايامي دي بس مش مستحيل ان الواحد يعمل الحاجتين مع بعض. ممكن لو ده هيطول المده شويه بس انا شايفه ان الواحد ما يحطش 100% دلوقتي على السفر عشان مفيش حاجه مضمونه. لو لسه حلم السفر موجود ما تلغيش ده تماما. يعني اول حاجه تعرف الدنيا ماشيه ازاي تعرف طريق السفر ماشي ازاي خصوصا مع الاوضاع دلوقتي والتغييرات البرايورتيزيشن وكده. تعرف بالظبط هي عايزه ايه كسبيشاليتي في الميديسن وتبدا تشوف الطريق. طبعا هيبقى اسهل ان هي مثلا تيجي بالMRCP ولا تيجي بالبلاب. يعني الوضع بيتغير بسرعه واعتقد يعني كان في فتره كذا سنه كانت السفر كان اسهل. دلوقتي الدنيا بقت تبقى يعني more difficult.